السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لو انت من الناس اللي بتحبوا الزبادو او عندك اطفال بيحبوه، تعالى اقول لك انا عملت الزبادو ده ازاي من غير ما يكلفني اي حاجة، وطلع احسن كمان من بره وافضل بكتير. وانا قلت لكم ان اي حاجة هتعجبني 100%، يعني مفيش فيها شك خالص 1% حتى، هنزلها لكم عشان تستفادوا منها. انا عندي بناتي بيحبوا الزبادو جدا جدا، وبرضو انا عندي الزبادي اللي انتوا هتشوفوها اللي انا هعملها دي، انا اصلا عاملاها في البيت، منزله الفيديو عندي على القناه، شوفوه هيعجبكم قوي، وبطريقه سهله وصحيه وافضل ليكي ولاطفالك. فانا الزبادي دي المفروض انها بتترمى، لان انا بحط لهم سكر وهم بياكلوا منها جزء وبسيبوا الباقي، ما بيرضوش ياكلوه تاني. فانا عملت لهم زبادي، وجبت الزبادي اللي هي باقيه دي، حطيت عليها 3 فراولات بالظبط. وطبعا الفراوله دلوقتي سعرها كويس يعني، واكيد كلنا بنجيبها. وضربتها كويس بالهاند بلندر، لو ما عندكيش هاند بلندر اضربيها في الخلاط او باي حاجه عندك انت بتستخدميها للخفق يعني. ضربتها كويس جدا، وبعدين صبيتها في الكوبايات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. طلعت معايا كميه حلوه والله، ويعني طعمها كان زي اللي بره بالظبط، يعني مفيش فرق، ويمكن بالعكس افضل. وقبل ما انزلها كمان اديتها لجوزي وبناتي يشربوها، يعني هما تقريبا ما حسوش فرق اساسا، وحبوها جدا وقالوا ان هي حلوه. وطبعا مش شرط يكون عندك زبادي في البيت عاملاها، لا، اي نوع زبادي عندك مثلا مش متاكل او عندك موجود او كده، ممكن تعملي فيه نفس الطريقه، هيبقى حلو جدا برضو. ولو عجبك الفيديو اتمنى انك تعملي لايك وتشتركي في قناتي، واتمنى تسيبي لي كومنت حلو منك كده، وشكرا.